أصدقائي الأعزاء، إزيكم؟ وحشتوني. يلا بقى نبتدي مع بعض. أول حاجة واللي هي الخطة التسويقية. إحنا اتكلمنا عن إنشاء البراند وإزاي أعمل شخصية للبراند. طيب تعال نتكلم بقى على الخطة التسويقية. أنا هبتدي أعمل خطة تسويقية، وفي فرق ما بين دراسة تسويقية وخطة تسويقية. الخطة التسويقية بتبقى حاجة مصغرة شوية من الدراسة التسويقية، لكن الدراسة بيبقى فيها بنود كتير جدا وعناصر كتير جدا. دي هنتكلم عليها بشكل دقيق ومفصل إن شاء الله في كورس التسويق الكلاسيكي. لكن خلينا دلوقتي نبتدي في الحلقة بتاعتنا مع الخطة التسويقية. أنا دلوقتي عندي بيزنس، وابتديت من هنا أفكر في البيزنس والمجال، وعملت الشخصية بتاعت البراند بتاعي. طيب عشان اشتغل بشكل مظبوط واقدر اوصل للشريحة بتاعتي بشكل مظبوط، فانا هعمل خطة تسويقية. الخطة ديت خطة صغيرة تنفع مع اي بيزنس صغير او كبير، لكن من هنا عايز اعمل بقى خطة كبيرة، فديت بتاخد مني وقت ومجهود وعناصر كتير. لكن ديت خطة بسيطة وسلسة، واي حد يقدر من هنا ان هو ينفذها بنفسه، مش لازم تبقى خبير في التسويق. وهنتكلم عليها بشكل مفصل عشان تعرف تعملها بنفسك ان شاء الله. طيب خلينا دلوقتي اول حاجة في الخطة التسويقية الاهداف. هنبتدي من هنا نعمل مشروع لمصنع منظفات. مصنع المنظفات ده بيصنع منتج منظف في كيس مركز. المنتج ده بقدر من هنا ان انا افضيه في ميه، يعني اجيب ميه واجيب الكيس ده، افضي الكيس دوت في الميه واقلبه شويه، فهيتحول معايا صابون السائل اللي بقدر اغسل بيه المواعين والارضيات وغيره. فده مصنع، وده اللي هيبقى المشروع بتاعنا اللي احنا هنبتدي نتكلم عليه ونأسسه مع بعض. طيب من هنا هبتدي احدد ايه الاهداف بتاعتي في البيزنس. اول حاجة لازم اعرف هل البيزنس ده قائم ولا لسه هيبتدي. طيب احنا هنتكلم عن بيزنس لسه هيبتدي. اول حاجة هحددها في الاهداف بتاعتي ان انا عايز اعمل انتشار للمنتج بتاعي في السوق، عايز المنتج بتاعي يكون متواجد في المحلات والمولات، عايز اعمل وعي بالعلامة التجارية بتاعتي، عايز من هنا يبقى عندي قاعدة عملاء ثابتة شهريا، عايز اختبر المنتج بتاعي في السوق ومدى قابليته، عايز اجمع اراء وريفيوهات الناس عن المنتج. يبقى دول مجموعة اهداف هبتدي من هنا اشتغل عليهم.